عام كامل من العمل المتواصل لبناء أكبر نصب تذكاري يجسد واقعة الغدير التاريخية بكل تفاصيلها، وعلى مساحة 50,000 متر مربع. النحات العراقي المغترب أحمد البحراني كان له الشرف في بناء هذا المجسم كأول عمل له في داخل العراق، وبتخطيط من قبل الكوادر الهندسية في العتبة العلوية المقدسة. يتوسط هذا النصب التذكاري حدائق على مساحة 15,000 متر مربع، ويرتفع 14 مترا عن مستوى سطح الأرض، فيما يجري ينبوع ماء عذب تحته. كل هذه الدلالات ترمز إلى واقعة غدير خم التي رفع فيها نبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم يد الإمام علي عليه السلام، وأعلنه أميرا على المؤمنين من بعده. تم افتتاح هذا النصب التذكاري قبيل عيد الله الأكبر من قبل الأمانة العامة للعتبة العلوية المقدسة، وتم اختيار هذا المكان لما له من موقع جغرافي مميز، فكل من يروم الوصول إلى المرقد الطاهر يجد هذا النصب التذكاري بابا لحرم المولى أمير المؤمنين.